ملك وقع في حب محرم ونبي وقف ضده، فكانت النتيجة إن النبي اتقتل. يا ترى مين النبي وإيه القصة؟ هيرودس كان واحد من ملوك بني إسرائيل، وكان قريب من سيدنا يحيى عليه السلام لدرجة إنه كان بيستشيره في أموره، وكانت علاقتهم كويسة جدا. لحد ما جه يوم قرر هيرودس يتجوز من امرأة من محارمه، وكان اسمها هيروديا. فطلب الملك وقتها فتوى من رئيس الكهنة عشان يعرف يتجوزها، ومع ضغط الملك رئيس الكهنة وافق على الجواز لحد ما الخبر وصل ليحيى عليه السلام. ولما الخبر وصل لسيدنا يحيى عليه السلام قال إن الجواز ده باطل لأنه محرم في الشريعة بتاعتنا. ولما الكلام وصل لهيروديا اتضايقت جدا وطلبت من الملك إنه يقتل سيدنا يحيى عليه السلام. الملك طبعا رفض لأنه كان بيحب سيدنا يحيى عليه السلام، فأمر بإحضار سيدنا يحيى وقدام كل الناس. سيدنا يحيى قال له إن الجواز ده باطل وإن كل شيء بتعملوه هو زنا وخطيئة. سيدنا يحيى لما قال الكلام ده قدام كل الناس هيرودس يأس منه وأمر إن سيدنا يحيى يتسجن. وبعد لما سيدنا يحيى عليه السلام اتسجن، هيروديا كان عندها بنت شافت سيدنا يحيى وهو بيصلي فتمنته لنفسها، وأمرت الجنود إن هم يخرجوه من السجن ودخلته غرفة وتهجمت عليه. وطبعا سيدنا يحيى رفض يعمل معها أي حاجة. البنت أول حاجة فكرت فيها إن هي تشتكي لأمها، وبسبب رغبة الأم في الانتقام من يحيى عليه السلام نصحت بنتها إن هي تعمل للملك حاجة بيحبها، ولو الحاجة دي عجبته هينفذ أي حاجة تطلبها. وفعلا البنت نفذت كلام أمها وعملت للملك الحاجة اللي بيحبها وطلبت رأس سيدنا يحيى. وبالفعل أمر الملك جنوده بذبح سيدنا يحيى عليه السلام وقدم رأسه في إناء معدني. مقتل نبي من أنبياء الله بالطريقة دي كانت سبب غضب ربنا على بني إسرائيل. وطبعا دي كانت واحدة من الروايات اللي ذكرت مقتل سيدنا يحيى عليه السلام.